في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن أمر مهم بيسهل علينا أوامر كتير في الطباعة وبيسرع من شغلنا. لو أنا عندي فايل زي الفايل اللي أنا فاتحه ده، الفايل ده تقريبا كان فيه 39 لاي اوت. لو فتحنا كده هنلاقي إن إحنا واصلين لحد رقم 39. تمام. طيب أكيد مش من المنطقي إن أنا هخش كل لاي اوت وهبتدي إن أنا أديها أمر برنت وابتدي أطبع لوحة لوحة. في أمر بيسرع الموضوع بتاع الطباعة وهو أمر ببلش. إن أنا لو عندي 39 لاي اوت أو 39 لوحة زي اللي عندي دول، هقدر إن أنا أطبعهم مرة واحدة. طيب إزاي إن أنا أقدر أستخدم الأمر ده؟ لو كتبت في الكوماند بار ببلش بالشكل ده، في سيتنج بس بتبقى محتاجة إن هي تتظبط زي الببلش أوبشن. لو أنا فتحت الببلش أوبشن هنا هو بيخيرني أحط الفايلات دي أو أسيبها فين، البي دي إفات اللي هتطلع تتسيب فين، فأنا بختار المسار اللي أنا عايزه. نفس الكلام هنا التايب سنجل شيت ولا مالتي شيت، يعني أنا عايز كل اللوحات دي تبقى في فايل بي دي إف واحد كومبايند ولا سنجل كل لوحه في فايل واحده. نفس الكلام برضو لو انا عايز احط له باسورد. باقي الاليمنت مش بتفيدنا كتير في حاجه. تمام. فانا بشيك على الحاجات الاساسيه بالنسبه لي وبقول له اوكي. تمام. طيب انا من هنا كده عندي دي اللي اوتس اللي انا محتاجها، فانا لو اخترتهم كلهم مثلا، مجرد ما ان انا بختار اول واحده وبدوس شيفت واختار اخر واحده انا عايزها. تمام. وابتدي ان انا اقول له ببلش. هو بيقول لي عايز سيف الليست دي، بقول له اوكي وكلوز وبسيبه بقى ان هو يطبع اللوحات. هو بياخد دقيقة مثلا أو حاجة، بس أكيد ده أوفر في الوقت من إن أنا أعدي على لوحة لوحة أطبعها. طيب إحنا هنا الفايلات ابتدت إن هي تطبع. تمام. هي الفايلات هنا ابتدى إن هو يطبع بترتيب. لو فتحنا أي لوحة نلاقي إن هو طابع اللوحات ألوان مش أبيض وأسود. تمام. ده بسبب إن الإعدادات بتاعة الطباعة ما كانتش متظبطة. أنا كنت قاصد الموضوع ده عشان لما تظهر لك المشكلة تبقى قادر تحدد أو تعرف إيه حلها. طيب أنا لو دخلت جوه الفايل وعملت كنترول بي عادي للوحة واحدة، تمام، انا بظبط الاعدادات اللي انا ببقى عايز الببلش يشتغل بيها. تمام. يعني مثلا هنا هختار بريفيوس بلوت عادي. تمام. كل الاعدادات دي بالنسبه لي متسيفه. تمام. انا بس هسمي دي او هعمل اسم هسميه مثلا اي حاجه، يعني هسميه مثلا باسمي. تمام. وهقول له اوكي واقفل دي عادي، ما عنديش مشكله. لو رحت الببلش بنفس بقى الطريقه تاني، تمام، هيفتح لي نفس اللي اوت بتاعتنا عادي. البيج سيت اب دي اللي محتاجه تتظبط، دي اللي محتاجه ان انا اختار من هنا البيج سيت اب اللي انا لسه مظبطها. تمام بالشكل ده. وهقول له ببلش يس، نفس الخطوات، هياخد الوقت بتاعه وهيطبع اللوحات مظبوطه ما فيش فيها اي مشكله. طيب هو هنا طبعهم بس في مشكله صغيره. لو احنا خدنا بالنا من اسامي اللوحات هنلاقي ان اسامي اللوحات مش مظبوطه، يعني ده مش ده الاسم اللي انا عايزه في الاخر. تمام. طيب لو انا عايز اعدل بقى كل الاسامي بتاعت اللوحات دي، اكيد مش همسك واحده واحده واعمل لها رينيم، والا الوقت اللي انا وفرته في الببلش انا هضيعه في تسميه اللوحات. تمام. ففي برضو برنامج صغير هو بيساعدني في ان انا اقدر اعدل اسامي مجموعه من الفايلات مره واحده. تمام. بختارهم كلهم كده واختار كليك يمين وبختار بالك رينيم، وببتدي ان انا من هنا هو بيقسم لي كل حاجه لوحدها. تمام. فانا ممكن امسح كل اللوحات اللي عندي او كل الاسامي من قائمه ريموف. تمام. هنا انا ببتدي ان انا احدد له الاسامي اللي انا عايز اشيلها. يعني مثلا هنا هو بيمشي حرف حرف او بيمشي رقم رقم، يعني هو هنا اخره 01. تمام. فانا لو عملت مثلا ابتديت ان انا امشي كده هو عمال يمسح كل الاسامي. تمام. طيب بنفس الطريقه بقى كله، لو انا حددت كله هيعمل معايا نفس الحركه بالشكل ده. يعني ده الاسم اللي عندي. طيب لو انا عايز اضيف بقى ترقيم اوتوماتيك، يعني مثلا هو T1 SD SC WL وعايز احط شرط مثلا واحد ويبتدي يمشي معايا 1 2 3 4 يعد معايا الترقيم ده. تمام. من بريفكس هبتدي ان انا احط سلاش بتاعتي. تمام. هو حطها هنا في الاول فانا هحطها في السيرفكس. تمام. ومن هنا من نمبرنج هقول له ان انا عايز احطها سيرفكس عشان يحطها في الاخر. تمام. وبحط مثلا الترقيم عندي من 1، والانكريز دي 1 برضو اللي هي الستيب اللي هو بيمشي بيها. تمام. لو انا عايز مثلا اخلي الاسم 01 هاجي هنا في السيرفكس واحط 0 فهو هيمشي معايا بالترقيم ده. تمام. فهقول له رينيم اوكي، هلاقي ان الفايلات كلها عندي اتعدلت مره واحده. تمام. وبقى ما فيهاش اي مشكله، لو فتحنا اي لوحه هنلاقي ان هي مظبوطه ما فيش فيها اي حاجه.